قبل ماتش مصر والسنغال انا بس عايز اقول كلمتين مهمين. انا مش هتضايق لو خسرنا بكره من السنغال، وده لاسباب كتير جدا. اول حاجه، انا بالنسبه لي وصول مصر للمرحله دي هو النجاح الاكبر، لان على الورق احنا مش احسن منتخب، وفي وسط الثمانيه اللي كانوا صاعدين في دور الثمانيه احنا على الورق ما كناش احسن منتخب، بس في الملعب احنا كنا ارجل منتخب في الملعب. وهو ده اللي بصراحه مش هيضايقني لو احنا خرجنا قدام السنغال، لان السنغال منتخب اقوى بكتير جدا من كوت ديفوار، واقوى بكتير جدا مننا. فدي حاجه مديهم الافضليه في الملعب. بس انا عندي بس نقطه، ودي اتمنى اشوفها علشان ما تضايقش بكره، وهي فكره ان احنا نلعب بذكاء. الكوره دي هي لعبه مش قايمه على الاحترام الكامل في الملعب، وان انا العب ومش عارف ايه واخبط والعب كوره حلوه ممتعه وبس. الكوره لعبه عقل، لعبه ذكاء. والدليل على كده، جوزيه مورينيو في مره كان في توتنهام وطلع قال للعيبه عشان تكسبوا لازم تكونوا مجموعه من الاوغاد. وده كان باين قبل الماتش مانشستر سيتي، وساعتها كان السيتي طرد منه زينشينكو في الماتش ده بسبب ان لعيب من مانشستر سيتي من توتنهام باين كان مثل في الكوره حاجه زي كده. انا عايز اشوف خباثه كرويه، عايز اشوف بص، شفت انت الكلام بتاع الراجل بتاع كوت ديفوار؟ انا عايز اتحقق في الملعب، انا عايز ده اللي يحصل. انا مش عايز العب كوره حلوه. ماتشات اصلا نص النهائي والنهائي دي مش بتاعت الكوره الحلوه. ماتشات نص النهائي والنهائي بتاعت الرجاله واللعيبه الاذكياء بس. ارجع كده شوف التاريخ بتاع الكوره كلها من اول ما بدات لحد دلوقتي، هتلاقي كل منتخب كسب علشان منتخب ذكي وعنده لعيبه خبيثه. منتخب مصر نفسه كان عنده لعيبه اذكياء جدا، وده اللي كان بيفضلنا عن اللعيبه بتاعت الافارقه اللي جاي من اوروبا. انا عايز بكره ذكاء بس، الذكاء هيوصلنا للقب. انا مش عايز كوره ممتعه، مش عايز اي حاجه، انا عايز ذكاء وخبث. والسنغال نفسها ضدنا على ارضهم في تصفيات كاس العالم عاملونا بذكاء من الجمهور وبخباثه منهم في قلب الملعب. وده اللي بتمناه من المنتخب بكره، وبتمناه من كابتن حسام حسن. شغل شمال افريقيا يطلع بكره.